الدكتورة نهى الخطيب، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ورائد اتحاد طلاب كلية العلوم الإدارية. أنا بيشرفني ويسعدني إن احنا نكون أول جامعة نصحب طلابنا إلى هذا الموقع عشان يشهدوا بعينيهم مشروع الضخم الوطني العظيم. قصدت من هذه الزيارة شقين. الشق الأول إن احنا نقول لشباب مصر كلهم رسالة قوية جدا إن احنا لازم ننبذ الاختلافات والخلافات اللي نتجت عن اتجاهاتنا المختلفة سياسيا، ونلتف كلنا حوالين المشروعات القومية المهمة. وإن كنا بنختلف مع بعض في بعض الآراء إلا إن لازم كلنا يجمعنا حب الوطن وحب مثل هذه المشروعات القوية ودعمها وشكر القائمين عليها. الرسالة الثانية إن أنا حبيت إن أنا أعلم أبناء الطلاب كيف يكون العمل الجاد والإرادة القوية. وبنثبت دلوقتي من خلال خلية النحل اللي شغالة دلوقتي قدام عينينا إن العمل الدؤوب مهم جدا، والمشاركة والعمل الجماعي والإرادة القوية والجرأة في اتخاذ القرار. والمصريين بيثبتوا قدامنا إن هم إن أرادوا يقدروا إن هم يصنعوا المستحيل.